سفاحة الآيس كريم. بنت حلم الأمومة عندها أدى إلى أنها تنسجن مؤبد. قبل لا نبدأ قصتنا لليوم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ويلا نبدأ قصتنا. استيباليز كارانزا أو الملقبة بسفاحة الآيس كريم. كارانزا كانت بنت أسبانية وعاشت بالمكسيك وألمانيا، وارتكبت جريمتين قتل بدافع الغضب خلال 3 سنين فقط، انتهى أمرها بالسجن للأبد. خلونا في الأول نتعرف على كارانزا أكثر. كارانزا ولدت بالسادس من سبتمبر من عام 1978، وكلنا بنعرف دولة أسبانيا منيح، فهي دولة مستقرة اقتصاديا وهادية. بس قبل ما تتم 5 أعوام انتقلت للمكسيك مع عائلتها، وعاشت كارانزا حياة طبيعية وجميلة جدا. خرجت كارانزا بمجموع كتير عالي يخليها تنقبل بأعلى الوظائف، لكن للأسف هي قررت إنها ما تشتغل بالمكسيك وإنها تروح لألمانيا، بس ما توقعت أبدا اللي صار هناك. كلنا طبعا بنعرف قديش ألمانيا بلد جميلة ومتطورة والشغل فيها كتير حلو، بالذات لو بشهادة جامعية. بس يلي صار إنها صارت عاملة بمحل آيس كريم فقط. طيب تقرر كارانزا ترجع لوطنها؟ أبدا، قررت تكمل في ألمانيا، بس وقعت في أكبر فخ ويلي خلاها تنسجن للأبد. حبت أحد زملائها وتزوجت منه، وكان وقتها عمرها 23، وزوجها كان اسمه هولجر. بس يلي أنا شخصيا انصدمت منه إن هولجر كان عمره وقتها 36. تتخيلين فرق السن والتفكير والأشياء يلي عاشوها؟ وهذا اللي خلاني أتأكد من قبل ما أكمل القصة إنهم ما حيكملوا مع بعض. وقالت كارنزا إنه ما بيفرق معها السن. نرجع لموضوعنا. عاشت كارنزا حياة وردية لمدة سنة فقط، وبعدها ظهر هولجر بوجهه الحقيقي. قالها هولجر إنه طفش منها، ما عاد حتى يبغى ينام معها، وهذه اللي حطمها وحطم عندها روح الأمومة. فكرة الأمومة كانت بتستحوذ على كارنزا حرفيا. كانت بتشوف إن هذه اللي حيخليها تنسى كل لحظاتها السيئة مع هولجر، وحاولت ترجع هولجر يحبها مرة ثانية، وغيرت طريقة لبسها وقصة شعرها وعطرها وكل شيء. بس هولجر صرحها إنه يستحيل تاخذ مكان بقلبه مرة ثانية. قال هولجر هذا الكلام والمسكين ما كان يعرف إنه هذا حيكون آخر يوم لإله. كارنزا بحياتها أبدا ما فكرت إنها راح تقتل أي روح في يوم، ولا حتى روح حيوان، بس ما شعرت بنفسها غير وهي بتحاول تخفي جثة هولجر. هولجر كان عنده مسدس مرخص، وكارنزا قالت إنه خلاص حلم الأمومة عندي انتهى، يعني كل إشي انتهى بما فيه حياة هولجر. وأخذت المسدس وضربت طلقتين على راسه بوقت الفجر. طيب إيش حتسوي كارنزا؟ هي أكيد بيكون مشكوك فيها طول الوقت لأنها الوحيدة اللي كانت معه وقت ما مات. قررت تسوي أسوأ قرار أخذته بحياتها، إنها تاخذ جثته وتخفيها بمكان ما حد يعرفه، ألا وهو ثلاجة الآيس كريم حقة المحل اللي كانت تشتغل فيه. بس مع الوقت صارت الريحة كتير بشعة، وقررت أنها تقطعه وتحطه بكتل أسمنت وتندفن هذه الكتل بحديقة البيت. وما فقدت الأمل في أنها تصير أم أبدا. بعد ما قتلت زوجها ب6 أشهر قررت أنها تتزوج مرة ثانية، وهاي المرة كان الفرق بينها وبين هذا الزوج 20 سنة. توبي ما بتو خافي ما بكاف. بس كانوا أول كم شهر كتير طبيعيين، بس اكتشفت إن زوجها بيخونها وعنده علاقات مع نساء ثانيين. رجع غضبها مرة ثانية، وفي يوم وليلة كان الزوج غرقان بالدم على السرير بطلقات مسدس هولجر بإيد كارنزا. كارنزا تتوب وتحترم حالها؟ لا طبعا، راحت تزوجت للمرة الثالثة. أعصابي أقسم بالله حتنفجر، هذه ما بتتوب. والحمد لله هاي المرة كانت علاقة ناجحة ومن شاب بنفس عمرها أخيرا، وكانت علاقتهم فيها حب وتفاهم وكل شي كان منيح. وظنت كارنزا إنه خلاص الدنيا تمام والوضع منيح. بس واحدة من جاراتها استطاعت العثور على جثة هولجر يلي بالحديقة، وبلغت الشرطة. وكارنزا أول ما راحت اعترفت بكل شي حرفيا. تم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل. بس ما تتخيلوا الصدمة، بعد شهرين عرفت إنها حامل بالشهر الرابع، وأخيرا تحقق حلمها. بس بعد ما صارت الأوضاع أسوأ وأسوأ، وللأسف برضو
حلمها ما صار كامل لأنهم للأسف أخذوا الطفلة بدار الرعاية وحاولت على قد ما تقدر توكل محاميين عشان يطلعوها، بس ما استفادت أبدا، وقررت وأخيرا ترضى بوضعها وتضل بالسجن، وجلست تدون قصتها وهي بالسجن في كتاب صدر عام 2016 وانباع منه نسخ كتير. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وخبروني لو حابين أحكي عن هذه الجرائم والقضايا، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وباي باي.